السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور عيالي دكتور محمد عبد الحليم فراج، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة، استشاري الحساسية والمناعة. كتير من الأمهات بيبعتوا لنا على البيج وعلى قناتنا على اليوتيوب بيشتكوا إن عندهم وهن في العظام، تساقط في الشعر، ضعف عام، الحالة النفسية دايما سيئة بدون سبب واضح، دايما مكتئبين. هقول لكم النهارده ايه هي 3 فيتامينات ومعادن اساسيه لازم كل ام في فتره الرضاعه والحمل، وكمان كل الامهات اللي بيشتكوا من الشكاوى اللي انا قلتها سابقا دي ياخدوها. العنصر الاول المهم جدا لصحه الام بعد الحمل والولاده هو الحديد، عنصر الحديد اللي هو الفاميلي فيت بريجنانسي. ده فيه فيتامينات متعدده وفيه كمان حديد بنسبه كويسه، فده هيحسن معاك ان شاء الله الانيميا، الوهن اللي بيحصل لك، التركيز كمان، لان نقص الحديد بيسبب نقص في التركيز. الفيتامين الثاني وهو فيتامين د، وهو من الفيتامينات المهمه جدا عشان تحسين الجسم كله بصفه عامه، سواء المناعه، سواء العظام، سواء الالام اللي بتجيلك في اسفل الظهر، سواء الحاله النفسيه الكويسه، هيفيد معاكي جدا. الفيتامين ده هناخد منه دافيليندي تركيز 5000 وحده دوليه، هناخد منه قرص كل يوم الصبح. الفيتامين الثالث وهو اوميجا 3، الاوميجا 3 من الحاجات المهمه جدا عشان التركيز وعشان كمان تظبيط الحاله النفسيه. هناخد اوميجا 3 بلس كبسول كل يوم، كبسوله واحده، هيحسن معانا ان شاء الله التركيز والحاله النفسيه بشكل كويس جدا. دي كانت فيتامينات ومعادن مهمه جدا لكل الامهات سواء في مصر او في الوطن العربي. اتمنى يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم. مع السلامه.